لبيك يا حسين. يسكت العالم بحسرة ونسمع صوت الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها الأفاضل أينما تكونون في هذه التغطية الخاصة لإحياء مراسيم 40 السيدة زينب سلام الله عليها. قيل عنها أم المصائب، أن السيدة زينب عليه السلام رأت الكثير من المصائب، رأت فاجعة أمها فاطمة الزهراء عليه السلام، ورأت فاجعة الإمام علي عليه السلام، ورأت فاجعة أخيها الحسن عليه السلام، ورأت فاجعة الإمام الحسين عليه السلام وما جرى على أبنائها في الطف وأخوتها. وحق يقال عليها أن السيدة زينب هي أم المصائب. أيها الأفاضل، سنكون متواجدين معكم هذا اليوم في قضاء المناظر في موكب كاشف الكرب. تبركت به بنو أمية وابناكنة الأكباد اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله. ضويل عقيلة من التعب في الترادي ما تدري. الرحمن الرحيم. يعزي العالم الإسلامي ومراجعنا العظام بذكرى 40 السيدة زينب عليه السلام. وطبعا موكب كاشف الكرب يقيم مجلس أسبوعي على مدار السنة، وفي هذه المناسبة مناسبة 40 استشهاد السيدة زينب أقمنا المجلس إن شاء الله، ونسأل من الله القبول. اليوم نشوف أكثر المواكب متواجدة بها الشباب. شنو الهدف، شنو الغاية من وجود الشباب في المواكب؟ طبعا تجمعنا يعني اختلف، احنا كنا شو نقول عادات وتقاليد، نشوف كبار السن موجودين قاعدين، لا اليوم نشوف بالعكس انقلبت المعادلة. اليوم الشباب كثرة موجودين في المجالس الحسينية. طبعا احنا تجمعنا من فضل الله كله شبابي ولله الحمد، كله شبابي. السيد علي القاضي يقول طريق التوحيد الى الله هو سيد الشهداء، فالشباب هنا مجتمع على حب سيد الشهداء قربة الى الله تعالى. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الإمام الحسين عليه السلام هو تلك الشرار الموجرة التي أوقدت ضمير الأمة، فكيف الإنسان يتصور أن يبني جيلا واعي، جيلا مثقف من غير تلك الشرار؟ إنه القبس النوراني الذي هدي لإحقاق الحق وإسحاق الباطل. إذن أيها الأفاضل ابقوا معنا. حيل عين دامني بس عيلي لي حسين، حيل عين دامني كل ساعة يموت ووضع كنا احنا بصوت واحد اغات ايدك زين. زينب زين تحريسين بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء.
بذكرى أيام 40 مولاتنا العقيلة زينب سلام الله عليها. سألين الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة الحسين وعيال الحسين في الدنيا والآخرة. صراحة المجالس هي مدارس، مع خدمة الحسين تتعلم المسير اللي مشى عليه سيد الشهداء، مع خدمة الحسين تتعلم الأدب، مع خدمة الحسين تتعلم الإخلاص مع ساداتنا آل محمد. فهاي المدارس وهاي المجالس هي توعية، وهي نقول احنا نسميها مجالس ومدارس، لأن مدارس تعلم الإنسان على أخطاء، الإنسان بالمجلس يعترف بذنبه، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق ساداتنا آل محمد. فهي هاي رسالة من بعد مولاتي زينب سلام الله عليها عندما قالت فوالله لا تمحو ذكرنا. فهي هاي رسالة أنه على نهج مولاتنا زينب سلام الله عليها نقيم العزاء ونواسي مولانا صاحب الزمان بمصابه الأكبر، وهو مصاب مولانا سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين. اليوم ليش نشاهد النجف هي مختلفة دائما عن باقي المحافظات؟ نشوف العزيات بكثرة، المواكب بكثرة، كذلك الأطوار، هواي أمور بها، هواي أمور. نعم، النجف الأشرف تعتبر مدرسة الخدمة النجفية. النجف الأشرف مدرسة التراث، مدرسة الإخلاص، فهذا ما أجى عن فراغ. فإحنا جدا فخورين أنه النجف الأشرف هي سباقة بهذه الأحداث وسباقة بالمحافظة على التراث، سواء كان تراث المجالس مجالس الثقيل أو تراث مجالس الشورى. نعم. إذن أيها الأفاضل ما زلنا متواصلين معكم، وابقوا معنا. الاثنين واحد، ابليس واحد والشيطان واحد. اخر جوله، اخر دوله، اخر ايامهم الزاهيه اللي هناك عايشين فيها، وإن تكاليف، واحده من تكاليفنا احبب من كنت تحب ومن كنت تبغض وانتظر الفرج صباحا ومساء. اخر جوله راح يكون الامام المهدي سلام الله عليه وقبال منه من سفيان. بعض زينب الليلة علموا شبابهم انه المهدي يطلع برشا. تحفظكم ان شاء الله. تحرس العالم، تحرس العالم، زينب الليلة من عقب الأخوة حرمة واحدة صرخة من من يسعي هاللي أنا بالضعف تحريس على الخداع. أنا نشيل عاد قلب زينب تركضي وما مستراحة، ليلها تقضي بواجي والله سوى الليل راحة. تمشي ميت الهم تفتر على الفارقوها، مدلقة خافي الجيش يركض يجرها من اخوها. هذا اخوي حسين اخوي الصبح يفتكر شما بيكي ولقيت حسين هذا اخوي ياهو شايف عمت منكم تركضي ويا السبايا. خادم لك الله يقدر عليك. ودي ويسير طلعت بالليل والدموع يسير شايطة بحرقة
الساي بالخدمة ليل نار شاطت وبصدرها الجمرة نادي يا ابو فاضل نبت الغبرة تنادي يا ابو فاضل نبت الغبرة من وجهها تعلي كيف النظرة. إذن أيها الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.